النهارده إن شاء الله معانا فريدة بطلة من بطلاتنا، هي لسه عاملة عملية تحويل مسار جديد. عايزِك تحكي لنا أنتِ ليه عملتِ عملية تحويل مسار وبقى لِك قد إيه عاملاها؟ أنا لسه يعني يا دوبك من شهر عملتها. آه. عملتها ليه؟ لإن بجد بدأت إن أنا أتعب صحيًا وجسديًا، فاضطريت إن أنا لازم أعملها. الناس دايمًا بتخاف من عملية تحويل مسار بتعملها لبنت صغيرة، ده لسه عايزة تتجوز، ده هتأثّر على صحتها. لأ خالص، خالص. أنا فاكر تاني يوم لمّا جيت أخرّجِك كانت والدتِك بتقول لي: "أنت ما عملتهاش عملية أصلًا." أنا كنا كنت حاطين عادي. باتش كده مضيّعة القلم. هي دي حقيقة فعلًا. كنت باقوم وبامشي وكنت باتحرك عادي جدًا، ما كانش في أي حاجة. قدرتِ إن أنتِ تنزلي شغلِك بعد قد إيه تقريبًا من العملية؟ يعني أنا اتدلعت شوية بصراحة، بس لأ، يعني نزلت بعديها بأسبوعين. حصل ترجيع بقى ومش عارفة تاكلي حاجة والكلام اللي بنسمع عنه لأ دوًّا. خالص، باقدر آكل كويس، باقدر أشرب كويس، كله تمام. أنتِ ماشية طبعًا على نظام أول شهر، الشهر ده عدّى عليكِ إزاي؟ أنا كنت باتعامل عادي جدًا، وكنت متقبلة كل حاجة في النظام اللي أنا ماشية عليه. فأنتِ دلوقتي بتقدري إن أنتِ تاكلي قد إيه تقريبًا يعني؟ ممكن آكل قطعة لحمة آه. وجنبها أي خضار. حاسة بأي مشاكل نقص فيتامين، يعني دوخة بقى والدنيا بتلف بيّا لأ، لأ خالص، إمم. مش أوي يعني، لأ عادي. إحنا خسينا قد إيه بقى دلوقتي؟ تقريبًا 18 كيلو. 18 كيلو في أول شهر، كنا كام بقى بقينا كام؟ كنت 130، آه، بقينا 112. بقينا 112. جروح العملية، إمم. يعني اوصفيها لنا كده بتبقى جروح صغيرة، كبيرة؟ لأ، هي جروح صغيرة خالص، مش فما فيش مضايقاني في مش حاجة. ممثلة أي مشكلة لا، لأ، معانا لأ، يعني. نهائي. بُصّي، إحنا عاملين طبعًا كل اللقاء دوًّا علشان هنرجع له تاني بعد سنة، بعد 6 شهور، بعد 5 سنين إن شاء الله، ربنا يدينا العمر ونفضل أصدقاء وحبايب. نشوف عملية تحويل المسار مشيت معاكِ إزاي، نشوفها وصلت لإيه. لو حد عزيز عليكِ وعايز يعمل عملية سمنة، هل تنصحيه والّا بلاش والّا لأ إيه رأيِك طبعًا في أنصحه، القرار؟ طبعًا هانصحه إن هو يعملها، هيغيّر حياته تمامًا.